السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زاد، أهلا وسهلا بكم أصدقائي لنناقش سويا ولنتحدث عن البلاغ الذي أو المذكرة الوزارية في شأن تعويضات المتدخلين في امتحانات البكالوريا. إذا أصدقائي، بعدما كان واحد السؤال طبعا من فريق التقدم والاشتراكية اللي عرضوا على الوزير فيما يخص التعويضات المالية لجميع المتدخلين في العملية، يعني ديال امتحانات البكالوريا، خاصة نتحدث عن الأطر التربوية والأساتذة. لما نتحدث عن الأساتذة يعني التعويض يكون هزيل، لذلك قدمت وباقي المتدخلين طبعا. فجاء الرد طبعا من الوزارة، وهذا النص الرد وهو كالتالي. إذا فيما يخص تعويضات المتدخلين في امتحانات البكالوريا، ردا على السيد حسن ومرابط فريق التقدم والاشتراكية، كان الرد وأن الوزارة قد حددت وخصصت تعويضات مادية لكل المتدخلين في هذه العملية، من يعني ليس وليد اليوم، وإنما طبعا في جميع المراحل، إيمانا منها بالدور الفعال لجميع الفئات. وعلى هذا الأساس طبعا تم تخصيص تعويضات عن الأعباء الإضافية لكل من طبعا حددت حتى المستفيدين يعني بتعويضات بكل من رؤساء مراكز الإجراء والملاحظين ورؤساء مراكز المداولات وكذلك المصححين. إلا أنها استثنت هنا أصدقائي الأساتذة الذين يقومون بالحراسة، لا يتم تعويضهم، لأنه حسب يعني الوزارة هي عملية اعتيادية تدخل في المهام المنوطة لهذه الفئة، وبالتالي لا يتم التعويض عليها. وفي نهاية هذا البلاغ تمنت وقالت على أنه قيمة التعويض تبقى رمزية في مقابل المجهودات الجبارة التي يقوم بها كل المتدخلين في هذه العملية، خاصة الأساتذة. وفي هذا الخصوص قالت في نفس البيان على أن الوزارة تعمل على الرفع من قيمة التعويضات كلما كان ذلك ممكنا، يعني كلما كان ذلك ممكنا نسطر على ذلك ممكنا، لأنه وننتظر لكي نكون متفائلين. لا يجب أن ندخل في أمور أخرى، نكون متفائلين، لأن الثمن تعويضات على ورق التصحيح، على أوراق التصحيح، هي تعويضات لا ترقى للتطلعات، تبقى كما قيل في البيان رمزية لأنها طبعا الأساتذة الذين يصححون فقط يقومون بالواجب المنوط بهم، وبالتالي فنتمنى أن يتم تعويض جميع المتدخلين، خاصة الأطر لما نتحدث عن الأساتذة، لأنهم هم الركيزة وهم الذين يقومون بمجهود جبار وكبير، واللي طبعا أن يعني أجرة الأستاذ هي أجرة هزيلة، أجرة بالكاد تكفيه لسد حاجياته اليومية، وبالتالي وجب التعويض أن يكون التعويض تعويضا هاما إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة. إذن أصدقائي، يعني هذا كان الرد من الوزارة على الفريق ديال التقدم والاشتراكية. لهذا أردت أن نتقاسم وإياكم هذا المضمون حتى تكونوا على دراية بكل ما يدور في الأرجاء. إذن أصدقائي، أحييكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى.